يبقى كسبتك سكين. ها، مين اللي هيلخص لباشمهندسة ايه؟ انا بصراحة انا هنخلص. عادي، مفيش مشكله. اتفضل. عادي. دوس. واحنا خدنا التايب اوف كمبيوتر نتورك، وعرفنا انواع الشبكات بتكون ايه. وقلنا في بي اي ان، واللي هي واحد مثلا لو انا معايا سماعه ومعايا تليفون ومعايا طبعه او اي حاجه، يعني معايا كذا حاجه، فممكن عايزين. نربطهم مع بعض بحاجه واحده. دي اسمها بي اي ان. وقلنا في برضو ال اي ان، دي بتاعت لو في شركه اوصل اكتر من كمبيوتر ببعض، ديت نوع الشبكه اللي هو قدامنا دلوقتي. وقلنا الام اي ان اللي هو المان دوت مجموعه شركات بس في كذا محافظه، مش في محافظه واحده، جميل. بيبعاد عن بعض. والدبليو اي ان دول بيبقوا في اكتر من مدينه بقى، يعني في كذا قاره ورا بعض، مش جنب بعض، مش في مدينه واحده. ده المستوى العالمي. وقلنا التايب اوف نتورك ديفايس، انواع اللي هو الموصلات بقى، الاجهزه. قلنا الموديم والان اي سي والريبيتر والهاب والراوتر والبريدج والحاجات دي. جميل. بس. وكنا بنهكر بقى، كنا بنحاول نأتاك على المهندس، بس ما عرفناش بقى، ما لحقناش. تمام. شكرا يا باشمهندس هشام. شكرا على حبيبي تعاونك والله معانا. بس. حبيبي بس. طيب، كنا بنشوف شكل الراوتر عامل ازاي. تمام. ده الراوتر. مش ده، سوري. انا مش عايز ده. عايز ده. ده الانتجريتد راوترز بتاعنا. بيبقى منظره عامل كده، ويبقى على فكرة زيه زي السويتش، يعني بيبقى فيه كذا مدخل كده ومش عارف ايه والكلام من ده. الكلام ده يعني اللي حابب اللي هو هيكمل بقى في موضوع النتورك ان شاء الله هتلاقي الإجابة في كورس الشبكات، لأن احنا مهتمين بجزء براكتيكال أكتر. طيب، أنواع التوصيلة بقى كده على السريع علشان نحاول إن احنا ايه ننجز الموضوع شوية. والله قلنا في توصيل في النتورك في كذا نوع. عندنا البوينت تو بوينت والباس والرينج والستار والتري والمش الكلام ده كله ليه؟ الكلام ده كله بدأ من أول ما قلت كلمة سلكة ووصل من جهاز لجهاز. كل ما بتبدأ تكبر الشبكة، كل ما بيظهر عندي مشكلة التوصيل. كل ما العدد بيزيد، كل ما بتظهر مشاكل أكتر. فأصبحت النتورك توبولوجيز أو طريقة توصيل الشبكات ديت بتحل من حاجة لحاجة. كل حاجة وليها الحل بتاعها. يعني بوينت تو بوينت من اسمها جهازين اتنين. الباص عاملة شبه الأتوبيس، لو هيبعت فهيبعت لواحد، ولو هيستقبل هيستقبل من واحد. الرينج شبه الحلقة زي ما احنا شايفين، بس مشكلته لو جهاز اتقطع من هنا، شكرا النتورك كلها مع السلامة. الستار حلت مشكلة الرينج عن طريق إن هي عملت مين ديفايس في النص كده وشوية أجهزة حواليها. فبالتالي لو جهاز بره فصل ما عنديش مانع، بس أصبح إن لو في حصل أتاك بسيط على المين ديفايس ممكن يحصل المشكلة دي. ظهرت بعد كده التري، أصبحت فرعت الموضوع من روت لبيرنت لتشيلدرنز الكلام ده كله، التقسيمات دي كلها. فبالتالي لو في حاجة في الإند كونكتد ما توصلها باظت مش هتأذي الدايرة كلها. بس طبعا لو في حاجة في الروت ما زالت المشكلة موجودة. ثم توصل للمش، وقال لك والله ان المش هتوصل كله ببعضه كله ببعضه بطريقه عنكبوتيه كده، بحيث ان كله يبقى شايف بعضه، كل ديفايس طالع منه سلك يبقى شايف الديفايس التاني. عندك ده اهو، واحد اتنين تلاتة أربعة، أربع سلك من جهاز واحد، ونفس الجهاز التاني والجهاز التالت والجهاز الرابع عملنا المش توبولوجي. بس مشكلة المش توبولوجي إن هي أصبحت غالية، يعني ممكن تحول أرقام تكوين الشبكة مثلا لأربع وخمس أضعافها حرفيا. يعني لو أنت حاجة ب50 إحنا ممكن نخليها 150 لو عايز توصلها كلها مش. فطبعا أصحاب الشركات البيزنس مان ما بيطلعوش فلوس بالساهل، وبيعوزوا حاجة رخيصة وكواليتي عالية وسريعة وتكون بتطير بجناحات، كل ده بفلوس قليلة. وبتحقق امنيات والله يا باشمهندس، وبتحقق امنيات. هي دي وظيفتنا يا باشمهندس. ما هو انا هي وظيفة الباشمهندس ايه؟ ان هو يحقق الامنيات ديت في اسرع وقت ممكن، باعلى جودة ممكنة، باقل تكلفة ممكن. بنتعلم الكلام ده من ساعة ما بنخش الكلية. طيب بعد كده بنخش على الهايبرد. الهايبرد بقى بيقول لك والله انت شوف انت عندك انهي شبكة يا فندم، وانا هاخد مجموعة من التوبولوجيز ديت اكونها بمزاجي واحل مشاكلك كلها. يعني مثلا انا ممكن اخد واحده باص على تري على ستار،
وابقى انا كده حليت مشكله، ازمه من عندي من الشركه، ووفرت الفلكسبيليتي، ووفرت الافيلابيلتي، ووفرت السكيورتي العاليه، وكل حاجه بقدر اعملها عن طريق التوصيل ده. طيب، what part of this presentation did you most disagree with؟ اعتقد ان احنا ما لحقناش يعني نتعمق قوي عشان حد يتعارض معايا في حاجه، ولا حد متعارض. المتعارض اتفضل. واضح ان مفيش حد متعارض. لا، مية مية يا ريس، مية مية. مية مية. فانا باشمهندس عمرو مش رئيس يا رجاله. انا اسف بس يعني معلش. انا اسف. انا ما اعرفش والله مين اللي بيتكلم، بس انا اسف. أنا اللي بتكلم أنا. ولا يهمك يا باشمهندس. حبيبي. طيب، اهميه النتورك في حياتنا اليوميه وفي العموم عامه يعني. نتورك يعني كوميونيكيشن، يعني فودافون، اتصالات، وموبايلك لما تيجي تكلم صاحبك، النت اللي انت بتشوفه، الكلام ده كله. طيب، الشغل. مفيش شركة في العالم كلها ما فيهاش نتورك. من أصغرها لأكبرها لازم أن يكون فيها نتورك. ممكن ما يكونش فيها بروجرامينج، بس يكون فيها نتورك. زي شركة إيه؟ شركة الملاحة الجوية. أنا نزلت فيها، حرفيا ما بيكتبش فيها سطر بروجرامينج، بس الشركة كلها قايمة على النتورك. من اول فلايت بلين ما بتتودى للبايلوت، لحد ما بيجي الراجل بتاع المساحه بتاع الملاحه الجويه، سوري، يشوف بقى في منطقه الابروش ومش عارف ايه والكلام ده كله، والاير نافيجيشن والطرق الجويه الكلام ده كله، وطياره داخله من هنا، والرادارز اللي متوزعه على جمهوريه مصر العربيه، الكلام ده كله بيتجمع في سيرفرات موجودة في مقر الملاحة الجوية، وبيترجم لرجالة المراقبة، بحيث إن هم عندهم القدرة إن هم يشوفوا الطيارة الخارجة والداخلة ويتابعوا الرحلات مع البايلوت. فده مثال بسيط، شركة ما فيهاش بربع جنيه بروجرامينج حرفيا، بس كلها نتورك. كل اللي شغالين فيهم لازم أن يكونوا دارسين نتورك. والسمارت ديفايسز والانترنت ثينكس، كنا سمعنا في الآونة الأخيرة عن البيوت السمارت، البيوت اللي بتبدأ بالصوت، البيوت اللي تعمل بالكلام من ده. الكلام ده كله بيعوز انترنت علشان يبدأ إن هو يشتغل، زي أليكسا، زي سيري، زي الناس اللي هم بيبقوا شغالين بقى بالفويس كومنتس كده في البيت بتاعهم، يقدروا إن هم open light close condition أي حاجة من دول. طيب، open caterings أي حاجة. زي ما اتفقنا وزي ما شفنا ان النتورك مجال كبير جدا جدا جدا، ويعني خدنا جزء بسيط منه، اتمنى يكون اتفهم. زي ما ظهر فيه ان هو لازم أن يكون الشيء دوت نتورك سيكيورتي، فظهر لنا حاجه اسمها انكريبشن. دي بقى الناس اللي حابه ان هم فعلا يتعمقوا في السكيورتي هيفهموها اكتر في ايفنت ان شاء الله السكيورتي. هيفهموا يعني ايه threats and vulnerabilities، هيفهموا يعني ايه regularity. بس محتاجين ان احنا يعني كشخص نتورك انجينير كده محتاج تفهم الكلام ده بدايته يعني ايه، يعني ايه انكريبشن، يعني ايه ثريتس ممكن تحصل لك، ايه الفولنربيلتيز بتاعتك اللي ممكن تحصل لك، زي الديدوس اتاك، زي البيشنج، زي ممكن مالور يجي لك مثلا في السيرفر. مالور يجي لي في السيرفر ازاي؟ هو انا احب اقول لك ان السيرفرات ديت هي عباره عن سوفت وير، وسيرفرات بالذات زي مثلا اتش بي مثلا في الشركه الملاحه الجويه شغاله بلينكس، فبالتالي هي قابلة للاختراق عادي جدا، لأن مفيش حاجة مؤمنة 100%. يعني اللي يقول لي يا الله يا باشمهندس أنت ممكن تمسك موبايلي وما تهكرني وتعمل اللي أنت عايزه، أحب أحييك وأقول لك يا فندم أنت أي حاجة مرتبطة بالواي فاي أنت قابل للاختراق. أيوه، أي حاجة مرتبطة بالواي فاي أنا قابل للاختراق، وأنا أحاسب على كلامي هذا. طيب، تعالى بقى وقت الدردشة. أنا حابب بصراحة إن إحنا السلايد ديت نقلبها دردشة كده في الآخر، ونشوف مين يتوقع هل الشبكات هتقف على كده ولا فيها تطور اكتر، او شايفين ان ما وصلش تطور قوي يعني، وهل مثلا ليها مستقبل ولا ملهاش؟ لا، انا كان عندي سؤال في نقطة تانية خالص. اتفضل. يعني فرضنا ان انا دخلت مجال النتورك تمام. واتعلمته تمام.
ايه الشغل المتاح ليا، او يعني بعد كده، فاهم قصدي؟ والله الشغل متاح كتير، لان مهندسين النتورك محتاجينهم في كل انحاء العالم. وممكن تشتغلي فريلانسر وريموتلي عادي جدا. وممكن اصلا بدل ما تشتغلي مع شركة ما ويقعد بقى مثلا تقول لك اوقات عمل وكلام من ده، ممكن تشتغل فريلانس. ممكن نعمل مشاريع عن طريق سيسكو باكيتس، وعن طريق لو انت هتخش بقى تقدم بقى تخطيت مرحلة السي سي ان اي وتخش على السي سي ان بي، بنستعمل سيميوليشن اقوى شوية، بيبقى شبه يعني بيبقى شبه السيميوليشن الفعلي اللي موجود في الشركات. بتبدأ انت تصمم بقى للشركة اللام بتاعتها، لا دي شركة عايزة وان، لا دي شركة عايزة مان. تبدأ انت تصمم المشاريع دي، بتقعد مثلا معاك اسبوع، اسبوعين، شهر، اتنين، على حسب كور الشركة بتاعتك. وتقدر تكسب منها على خمسات عادي جدا بالدولار. تبقى شخص فريلانسر حر نفسك. ده يعني اللي هو أسوأ الظروف خالص. انت أصبح معاك مهارة وتقدر انت تجيب منها فلوس. ومعانا مثال حي، يعني باشمهندس مصطفى لو معانا هنا، تم عمل جميع مشاريع كتيرة يعني عن طريق خمسات، وكسب منها فلوس. طيب ده أسوأ السيناريوهات. السيناريوهات التانية، احنا في مجال التكنيكال وبالذات الشركات الخارجية، يعني لو هنشتغل ريموتلي وكده، يعني في شركات وفي شركات برضو. بصراحة أنا يعني ما عنديش الخبرة الكافية وما لفتش على كل الشركات. بس يعني أغلب الشركة بتقول لك what do you do، مش what do you have. انت مش عندك ليا ايه، مش عندك شهادات ايه، انت بتقدر تقدم لي ايه. فبالتالي تقدر تقدم له الخبره اللي عندك، تقدر تقدم له المهاره اللي عندك اللي انت اكتسبتها عن طريق مذاكرتك ومتابعتك للكورسات، متابعتك للحاجات. بس يعني اعتقد ان هو مجال النتورك مش مكان حاجه واحده، يعني هي مهاره بتقدر ان انت تكتسب وتقدر يا تنميها يا تختزلها على حسب الشخص. طيب المسميات الوظيفية مثلا لو انا هاخد شغل في شركات، يعني غير مثلا نتورك انجينير، حاجة في هو اكيد في حاجات الفكرة إن تانية. هو النتورك انجينير أصلا، يعني لو جينا فتحنا لينكد إن فهنلاقي نتورك انجينير أصلا في كذا ليفل. يعني هو لما يجي نكتب نتورك بس انجينير عامة، في كذا ليفل، في ليفل 1، في ليفل 2، في ليفل 3. فالليفلز دي بتحتاج متطلبات وغيرها كتير، لأن هي الفكرة إن هي ده مجال شبكات. هو ممكن تشتغلي مثلا نتورك انجينير، ثم تحول لسبيشالست، ثم تحول مثلا لليدر تيم، يبقى صاحب مثلا سي او مثلا في شركة ما، عن طريق المجهودات بقى والنظام الإداريات والكلام من ده، لو هو شخص يعني ذو عقلية إدارية وكده. إنما هو احنا ممكن نشتغل مثلا اي تي مانجر في شركات اي تي. أول ما نبدأ، سوري، نبدأ الأول باي تي سبيشالست. تمام، لو ما فيش يعني مسمى نتورك، اصل الاي تي تمام هو النتورك انجينير، مع اختلافات تكنيكال بسيطه، يعني اللي هو بيبقى متفق مثلا العقد ما بينهم. بس في نتورك انجينير، في نتورك اوبريشن انجينير، ده بيكون الليفل 2. تمام. في ناس بتطلب بس اي بي نتورك ديزاين انجينير، ناس تختص ان هي تصمم الاي بي بس. فلا هي احنا مسمانا ان هو انت نتورك انجينير. جوه النتورك انجينير بقى متقسمين لليفلز، ليفل 1، ليفل 2، مانجر، سبيشالست، يعني زي معنى صح الترقيات. بس تمام. سؤال تاني برضو، ايه مادي حقير شوية. السيلز يعني اه السالاريز. السالاريز اصل والله، برضه يعني انا بس لازم استفاد. والله في مجال التكنولوجي يعني برضو السالاريز هتبقى على حسب الشركة، مش مش حاجة موحدة، يعني ما نقدرش نجزم فيها. باشمهندس، عذرا عن تدخل الحديث يعني. اتفضل. انا شخصيا مؤمن ان الشخص نفسه طالما عنده المهاره اللي قادر يقدمها هيقدر يحولها لخدمه بالدولار بشكل صحيح، هيقدر ان هو يتعامل معاها ويشتغل معاها ويوصل فعلا للاستقرار المادي، بشرط ان ما يكونش فلوسه هو الغايه، وانما الوسيله اللي بتوصله فعلا للغايه. فانا مثلا غايتي ان انا اوصل ان انا احمي نفسي واحمي عيلتي من اي خطر او ابتزاز الكتروني، وعشان كده بستعمل الوسيله ان انا بشتغل فريلانس واطور من نفسي وبطور من التقنيات اللي بستعملها، وفي ذلك انا بكسب بالدولار وببدا ان انا اتعامل ان انا اطور من اللي حواليا.
ده بالنسبه لي وده رايي انا شخصيا. يعني برضو ما قلتوش رينج معين للمرتبات او التاسكات. اه طبعا اتفضل يا المرتبات باشمهندس. ده سيبك منه يا باشمهندسه، معلش يا باشمهندس، بما انها بتتكلم عن الفريلانس يعني. انا اللي بدي كورس فريلانس ايوه بقول ان ايوه. ممكن نبدا بسكوب ب $25 وبنوصل لاكثر من $10,000. في تاسكات بتوصل ل $10,000 عادي جدا جدا جدا. بيكون مشروع مثلا كبير على مستوى شركه مثلا عمانيه او قطريه، وانا دخلت في مشاريع زي دي قبل كده. هي الفكره كلها اوعى تتخيل ان حد هيديك $10,000، يعني احنا بنتكلم في اكثر من نص مليون، الا لو فعلا تستحقه، فعلا عندك المهاره والتطور الكافي والشيء اللي انت بتشتغل عليه. عذرا. براحتك يا باشمهندس مصطفى. هو المايك بس بتاع حضرتك يا باشمهندس مصطفى فيه لغوشه، فاستاذنك. تمام. هو باشمهندس كريم الصوت عندك بيقطع. حاجة معاك حتى لو مش هتغسل كل حاجة هنا، لو أنت هتنزل كل أسبوع هيبقى أسهل، هناك الغسالة بتكون أسهل. نعم باشمهندس كريم، كريم طه. تمام ماشي. واضح ان فتح بالغلط. في حاجه تانية يا استاذ باشمهندس ايه؟ باشمهندس لا أمل؟ كده تمام. تمام. طيب ليه ناخد الكورس اونلاين مش اوفلاين والكلام من ده؟ الناس اللي هي تبدا تسال بقى، ليه ناخد الكورس يا باشمهندس اونلاين مش اوفلاين؟ والله الفايده عايده على الطرفين، يعني عايده عليا وعايده عليك. عايده عليا ان انا شخص قاعد في بيتي بقدر اديك المعلومات اللي عندي عن طريق زوم ميتنج، عن طريق منصة اوريدي حصص مسجلة ومتفلترة على الفرازة حرفيا، منقاة من كذا يوتيوب تشانل، يعني ما تقلقش. تمام، بحيث ان المعلومة توصل لك سليمة وانت قاعد في بيتك تشرب كوباية شايك، تفتح المنصة معاك الكورس على طول، انا موجود معاك على الواتساب، تقدر انت تواصل معايا بكل سلاسة وبساطة. طيب who are we؟ الختام، واللهم اجعله مسك الختام. طيب who are we؟ من نحن؟ احنا باشمهندس مصطفى كان طالب في فرقة ثالثة، كان قاعد في يوم من الأيام مهتم بموضوع الكيانات اللي بتتم في الجامعات وكده، فلقى إن كل الكيانات ديت مفيش كيان فيهم بيهتم بمجالات الاي تي، التكنولوجيا عامة. مفيش حد قادر إن هو يوصل للشباب اللي داخلين جديد، إن كان بقى شباب حاسبات الجديد، إن كان شباب غير الناس ديت، مفيش أسرة بتقدر إنها تعرف عن نفسها قوي. فقال لك خلاص أبدأ أنا بالكيان بتاعي، بحيث إن هو أقدر أوفر عدد كبير جدا من التكنولوجيز فيلدز المختلفة، في البروجرامينج بقى، في الديزايننج، في النتوركينج زي كده. زي ما انتم شايفين في حاليا 12 كورس موجودين على المنصة، وإن شاء الله يتعمل لهم 12 ايفنت بإذن الله مع إدارة اس تي واي، هيقدروا إن هم يتابعوا معاكم ويعرفوكم، تابعوا المنصات بتاعتنا وأنتوا تقدروا توصلوا. فحب إن ينشئ الكيان دوت، وبحيث يكون إن المبالغ ما تبقاش يعني أوفر برايزد زي قوي، وإن هو درس جامد جدا الشركات التانية بتدي الكورسات دي بكام، وحاولنا إن إحنا نكسب إن هو نبقى أقل سعر موجود في السوق حاليا وأعلى جودة ممكنة، وفي نفس الوقت نقدر نوصل الطلاب اللي عندهم يا إما شتات معرفي في موضوع التكنولوجيا عامة، أو طالب عايز إنه يدوس دوسة حلوة في مجال ما ومش عارف يعمل إيه. سؤال المسابقة وسؤال الإيفنت بتاعنا، كله بقى كده يكتب ورقة وقلم كده ويطلع ورقة وقلم كده، علشان في $10 ديسكاونت، يعني حاجة حلوة. What is the difference between internet and intranet and network؟ تاني للي ما سمعش، what is the difference between internet and
انترنت and network. في فرق ما بين الانترنت والانترا نت، دي بالاي دي بالاي ودي بالاي، فخلي بالكم. طيب، تفاصيل المسابقة تعرفوها أكتر عن طريق شركة STY، وألقاكم في لقاء آخر. هل في حد حابب يتناقش في حاجة، حابب يسأل عن حاجة قبل ما نقفل؟ يا باشمهندسين المستقبل. باشمهندس مصطفى، حضرتك عايز تقول حاجة؟ على فكرة باشمهندس مصطفى اللي معانا هو مؤسس انا الفاوندر بتاع سامعك دلوقتي يا STY. باشمهندس. اهلا بيك. طيب، اهلا بيك يا باشمهندس تاني. أهلا بك. اتشرفت جدا جدا بحضرتك النهارده. كان ايفنت اكتر من مميز. هعرفكم بنفسي يا شباب. انا باشمهندس مصطفى محمد، فاوندر STY IT. STY IT هدفها الاول والاساسي دوما هو محو الاميه التكنولوجيه. احنا بنحاول نساعدك ان انت توصل لافضل كيان ليك، لافضل فيرجن ليك. بنساعدك ان انت تقدر تكون فعلا شخص مؤهل لسوق العمل من وانت في سنه اولى حاسبات. بنحاول نوفر لك كل مستويات التكنولوجي، في نفس الوقت ما تكونش بالسعر اللي يخليك ما تبقاش قادر انك انت تشترك، ما تبقاش قادر ان انت تكون واحد مننا، ما تبقاش قادر ان انت تبدا تشتغل معانا. باذن الله حابب ان انا اشوفكم كلكم على خير. STY IT زي ما احنا بنقدم هدف التكنولوجي، برضو بنقدم فاليو كويسه جدا، وهي ان احنا دلوقتي كنا بنحاول نشوف العيوب اللي الطلبه دايما بتشتكي منها في الكورسات، بالذات الكورسات الاونلاين، وبنحاول ان احنا نتخلص منها تخلص تام. زي انا يا باشمهندس لما باجي احجز الكورس والله ما ببداش على طول. انا يا باشمهندس مضطر ان انا احدد ميعاد معين، وللاسف الميعاد ده ممكن تحصل ظروف وما يناسبنيش، وما ببقاش فاهم من التسجيل لان الانستراكتور ما بيتابعش معايا. والله يا باشمهندس انا لما بحب احاول اخد اوفلاين بيبقى عندي مشكله في الوقت والفلوس والمواصلات، بتسمح لي ان انا ما بلحقش ان انا اكون متابع كويس. وحتى لو حاولت ان انا التزم، احيانا بيجي عليا ايام بتعب فيهم او في مشكله بتحصل، وما ببقاش اقدر استفيد من الانستراكتور لانه للاسف ما بيردش عليا بشكل كامل. كل ده حليناه في STY IT. كل ده حاولنا ان احنا نتخلص منه بان احنا نوفر نوع هايبرد جديد، او زي ما بيقولوا كده طريقه كورس جديده. وهي ان الكورس بيكون موجود على المنصه، بتبدا فورا لحظه الاشتراك، بيكون معاك المدرب من خلال الواتساب، بيبدا يتابعك في يومين في الاسبوع انت اللي بتحددهم، وبتتفق معاهم مع المدرب، بحيث ان انت في الوقت اللي انت بتذاكر فيه بتبدا انك انت تتواصل معاه، بيكون هو افيلابل، بيبقى عنده خاصيه انه يقدر يدخل معاك ميتنج زوم بشكل شخصي، وفي نفس الوقت هو بيتابع استمراريتك وتطورك. والكورس مش هدفه اكاديميك، وانما هدفه عملي بيور. بمعنى اوضح ان كل كورس له هدف ان انا احاول اعمل اكثر من 3 ل 6 مشاريع، والمشاريع دي تبدا انها تتسوق وتوصل انها بالدولار. وبنساعدك على ده ان يبقى ليك نماذج اعمال، مش بس عشان CV والتدريب الخاص بالشركات، ان انت تكون في حد ذاتك قادر انك انت تتعاقد مع شركه على نماذج اعمال انت متعلمها معانا واشتغلت بيها بالفعل. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا النهارده. بشكر باشمهندس عمرو مره اخرى، وان شاء الله يكون ايفنت مميز، وان شاء الله اشوفكم في ايفنتات اخرى باذن الله. كان معاكم باشمهندس مصطفى، واشوفكم على خير. بالنسبه لسؤال المسابقه، ابعتوا حالا على جروب الواتس. خلي بالكم من نقطة مهمة قوي، احنا محتاجينك هتكتب في الكومنت على طول الإجابة بتاعتك، وأكبر كومنت هو اللي هيحصل على الجائزة. فبالتالي بمجرد ما تكتب الإجابة بتاعتك بتروح فورا تعملها ستوري، تبعتها على الجروبات. أهم حاجة تجمع أكبر عدد لايكات ليك علشان تكون إن شاء الله من الفايزين معانا $10. واي تفاصيل انتم محتاجينها ان شاء الله هنكون معاكم دايما على تواصل من خلال رقمنا على الواتساب 011 22 44 9202. وحاليا انا بعته لكم دلوقتي على الزوم للناس اللي عماله تسال الكورس بتاع النتورك بكام. ابعت لي رساله وهبعت لك فورا تفاصيل الكورس والسعر، المده، وازاي بنبدا نشتغل عليه زي ما انا شرحت بالتفصيل باذن الله.
طيب بالنسبه للسؤال what is difference between internet network and intranet، انا بعته حاليا على الواتساب، بعت لينك البوست اللي انت بتنزل فيه الكومنت. بالتوفيق ليكم جميعا يا شباب. اتفضل الميكروفون معاك يا باشمهندس عمرو. طيب، هل في يا شباب حد عنده أي استفسار تاني قبل ما نطلع؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ألقاكم